يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي وحبايب واقعية. وحشتوني جدا 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 من الرواية اللي فاتت، وجايه لكم النهاردة بروايتنا الجديدة بقلم المبدعة المتألقة مريم غريب. بس قبل ما نبدأ القصة النهاردة، يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا كلنا في التعليقات نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نسمي الله ونشوف أول حلقاتنا بتحكي عن إيه. تم لقاء طلب سلاف بخصوص لبس النقاب بالرفض القاطع من حليمة وأمينة وعائشة، لكنها فضلت مصرة على رأيها وما رجعتش في قرارها خالص رغم الإلحاح الكتير اللي تعرضت له طول الأسبوع كامل. وفي الآخر الكل استسلم لرغبتها، لكن كانت الجدة ليها الكلمة اللي بتفصل. قالت لها الجدة إنها مش هتسمح لها إنها تعمل الخطوة دي غير بعد الجواز. سلاف وافقت على كده وقررت إنها تفضل ساكتة ومش عايزة مشاكل، مع إنها مش متأكدة لسه إذا كان اللي بتعمله ده صح ولا لأ، وحست إنه تصرف جبان، بس كمان مش قادرة تسكت على اللي بيعمله الوغد سيف معاها، وشايفة إن القرار ده هو الحل الوحيد اللي قدامها عشان تخلص من القصة دي بهدوء ومن غير دوشة، لأن لو أدهم عرف مش هيعدي الموضوع بسلام خالص وممكن تحصل مصايب. ولو قالت لعمتها مش هتقف في صفها، هي طبيعي هتدافع عن بيت بنتها مش عن بنت أخوها، وساعتها هتبقى كلمة سلاف قدام كلمة سيف. أكيد هيصدقوه هو عشان هو اللي متربي معاهم من زمان وعايش معاهم، وهي لسه جديدة عليهم، وكل اللي ليها في البيت ده هي جدتها، يمكن تبقى سندها الوحيدة. ده كان تفكير سلاف واللي كان شاغل بالها طول المدة دي. في صباح يوم جديد سلاف لاحظت حركة مش طبيعية في البيت، فرحت لعائشة وسألتها: شوشو في ايه؟ أنا شايفة كده حركة غريبة في البيت من ساعة ما صحيت. أصل عمو حسن جوز عمته راجية وصل النهاردة من السفر وإحنا بنجهز عشان معزومين عندهم بالليل على العشاء. بصت لها سلاف وسألتها بتردد: مين المعزومين يا عائشة؟ إحنا بس ولا كل اللي في البيت؟ كل اللي في البيت طبعا. سلاف وهي بتحاول تداري توترها: حتى إيمان وسيف؟ دول هيبقوا أول المعزومين. عمو حسن نزل مخصوص عشان يشوف لمى، ده أول حفيدة ليه. سلاف كتمت هلعها وحاولت تبتسم، وعائشة قالت بمرح ساخر: أنا بس متشوقة قوي أشوف شكل عمته راجع على العشاء هيكون عامل إزاي. أصلها نزلت امبارح هي ومية الكوافير وأكيد بقى عملت نيو لوك. طيب عن إذنك يا عائشة. عائشة وهي بتبصلها باستغراب: اتفضلي يا سلاف. سلاف مشيت على أوضتها بخطوات تقيلة وراحت تفكر وقلبها بيدق: هل هتشوف الحقير ده تاني؟ ولو راحت هيعمل ايه المرة دي؟ لا مش هروح، مش هخلي الحيوان ده يشوفني أبدا. في شقة راجية عمران ومع دقات الساعة 8 بالليل جرس الباب رن، وبدأوا أهل البيت يوصلوا واحد ورا التاني. سيف وعيلته الأول، ولبنى عمران وعيلتها، وفي الآخر أمينة ومعاها عائشة وبس. وطبعا أول واحد أخد باله إنه سلاف مش موجودة كان سيف، لكن راجية سألت عنها: أمال فين أدهم وسلاف يا أمينة؟ ما طلعوش معاكي ليه؟ معلش يا راجية، أصل أدهم رجع من الشغل تعبان شوية، وسلاف أصرت إنها تقعد معاه تحت عشان يعني لو احتاج حاجة، وكمان جدتها قاعدة لوحدها. حسن بلطف: ألف سلام على أدهم، خير في حاجة؟ أمينة بصت له وقالت ببشاشة: لا أبدا، هو كويس الحمد لله، بس مرهق شوية من الشغل. الله يكون في عونه، والله وحشني الولد ده، والست حليمة برضو دايما على بالي. ما طلعتش معاكوا ليه؟ ما انت عارف بقى يا أستاذ حسن، السن وأحكامه. ماما بتقوم من السرير بالعافية، ربنا يديها الصحة، خلي بالكم منها، دي بركة البيت والله. آمين يا رب إن شاء الله. طب مش هنتعشى بقى؟ زعقت راجية بحدة وهي بتبص لجوزها بغضب، وقالت بضيق: اتفضلوا السفرة جاهزة. قعدوا كلهم على السفرة ما عدا سيف اللي اعتذر وقال: أنا آسف يا جماعة، مضطر بس إن أعمل مكالمة مستعجلة دلوقتي، ابدأوا انتوا مش هتأخر، دقيقتين بس وراجع. وخرج بسرعة على البلكونة. أما تحت كانت سلاف قاعدة قدام التلفزيون بتتفرج على فيلم أجنبي قديم بعد ما أدهم سابها وراح ينام شوية من كتر التعب بعد شغله طول اليوم. وفجأة تليفونها رن، بصت له بضيق لكن كانت مجبورة: مين اللي بيتصل دلوقتي؟
ردت علشان تعرف، مدت ايديها بكسل وبصت على الشاشة اللي كانت منورة، لقت رقم من غير اسم. كشرت باستغراب وبعدين ردت بحذر. الو. مساء الفل يا عسليتي. سلف رجفت اول ما سمعت صوته وشفايفها بدأت ترتعش وهي بتقول سيف. الله اكبر، وكمان حافظة صوتي. تسلمي لي يا غالية. انت عايز مني ايه؟ بتتصل بيا ليه؟ ابدا يا حبيبتي، انا بس لقيتك ما طلعتيش، قلت اطمن عليكي بنفسي. فيكي حاجه كفل الشر، حاجه ما تخصكش، في حاجه ولا لا؟ مالكش دعوه، واحسن لك تبعد عني. انا بحذرك للمره الاخيره. والا يا عسليه، احبك وانت خطيره كده وبتهددي. سلاف بنفس الحده. انا مش بهدد، انا بقول اللي هيحصل لو ما بعدتش عني. وايه بقى اللي هيحصل؟ هقول لادهم ولمراتك وللكل، وهعرفهم حقيقتك واديها ان انت انسان سافل وقذر. وتفتكري هيصدقوكي؟ اهل هيصدقوك انتي ويكذبوني انا؟ انت غلبانه قوي يا روحي. اسمعي يا حلوه، تاخدي بعضك كده بالذوق كده وتطلعي. انا مستنيكي وحشنا قوي بصراحه، وعايزه املي عيني منك. مش طالعه كده؟ طب قدامك 10 دقايق، لو ما طلعتيش انا هقلب عليك الترابيزه النهارده وهفضحك قدامهم كلهم. بالبلد يعني هتبلى عليكي، وهقول ان انت اللي بتتمحكي فيا وبتجري ورايا، وانا مش عارفه اوقفك. واحترت وبقيت خايف ان اخسر مراتي حبيبتي بسببك. هقول لهم يشوفوا لي حل، وانت طبعا عارفه الباقي. عارفه ايه اللي هيحصل لو الكلمتين دول اتقالوا؟ سلاف نفسها عالي جامد وهي بتسمع كلامه، وبعدين صرخت بغضب. انت حيوان وحقير، حيوان وحقير. رمت التليفون بقوه وهي بتقوم من مكانها بعنف خلاها تدوخ. فضلت تعيط بحرة وهي ماسكة راسها وبتضغط عليها بإيديها، وبدأ وعيها يهرب منها حتة حتة وعينيها تقفل، وحست فجأة كأنها وقعت فوق سحابة. وبعد ثواني قليلة سمعت كأنها بتسمع من تحت المية صوته المألوف بيناديها بخضة. سلاف، سلاف مالك. وكان هو آخر حاجة شافتها قبل ما الضلمة تبلعها. فاقت سلاف بعد كام ساعة مش عارفة كان نفسها تقيل ومنتظم، وحست إنها مرهقة جدا. كمان كان في حاجة باردة ورطبة لمست جبينها. قلقت من الجو الغريب ده وحاولت تفتح عينيها بالعافية. كان في نور غامق مالي الأوضة، مش عارفة إذا كان ده أول النهار ولا بعد الظهر. وفجأة كل اللي حصل امبارح رجع في دماغها فجأة. هدهم. صحت سلاف بصوت مخنوق وهي بتقوم بفزع. جالها صوت أمينة واطي وقلقان. سلاف يا حبيبتي، الحمد لله على السلامة. وطوقتها بإيدين حنينة كأنها أمها. رفعت سلاف إيديها المرتعشة لراسها وشالت قطعة القماش اللي كانت مضايقاها، وقالت بتعب. اللي حصل يا عمته؟ ارتاح دلوقتي يا روح عمتك، كمان شوية نحكي. أنا مش عايز أدهم يرجع يلاقيكي فوقتي. سلاف وهي خايفة. ليه مش عايز أدهم يشوفني وأنا فايقة؟ في إيه يا عمته؟ أنا معرفش يا بنتي، المفروض أنت اللي تقولي لنا، بس أنا مش عايزة حد يضغط عليكي دلوقتي. خلينا نصبر لحد ما تفوقي براحتك وبعدين نحكي. سلاف بعدت عنها وبصت لها وسألتها. ايه اللي حصل بالظبط يا عمته؟ وانا نايمة بإيه؟ انت نايمة بقالك 16 ساعة. انا وعائشة كنا فوق عند راجية، وادهم كلمنا ونزلنا على طول، لقيناكي مغمى عليكي، وهو كان شايلك وداكي اوضتك. حاولنا نفوقك بس انت كنت سخنة قوي وكنت بتخرفي. ادهم ادلك حقنة للحرارة، وعائشة فضلت قاعدة جنبك طول الليل. انا جيت بدلها عشان تنام شوية، وجدتك ما تعرفش حاجة. بس أدهم ماله يا عمته؟ بصت لها بتردد بتحاول تظبط الكلام، وبعدها قالت من غير ثقة. موبايلك كان واقع جنبك امبارح، كان لسه مفتوح لما أدهم شافه وخده، ولقى رقم عليه غريب. ده كان آخر رقم كلمك. حاولي كلمه عشان يعرف فيه ايه، بس كان مقفول. ومن امبارح وهو هيتجنن. عمري ما شفته عصبي بالشكل ده. سلف حبست نفسها وهي بصت لعمتها برعب فظيع، حاسه ان الفضيحه قربت. بصت لها أمينة بشك وقالت لها بجدية. في ايه يا سلاف؟ قوليلي يا بنتي، لو في حاجة قوليلي يمكن أقدر أساعدك. مفيش حاجة يا عمته. يا بنت أبوس إيدك اتكلمي، قوليلي أنا الأول وعرفيني سرك
وخلينا أساعدك قبل ما أدهم ما يعرف. اتكلمي يا سلاف. هزت راسها لكنها قالت بتصميم: مفيش حاجة يا عمته. وقالت في نفسها: هتعمل ايه دلوقتي يا سلاف؟ القنبلة اللي كانت نايمة في مكانها طول الوقت خلاص قربت تنفجر. سلاف عملت نفسها نايمة طول اليوم، يمكن الكلام اللي أكيد هيحصل مع أدهم يتأجل. هي عارفة إنها هربت منه كفاية، وعارفة إنه مش غبي، وأكيد مش هيسيب اللي حصل ده إنه يعدي بالسهل. كانت متكومة تحت الغطا وسمع الباب بيخبط. قررت إنها تفضل ساكتة، ولفت على جنبها اليمين زي ما بتنام دايما، وبدأت تتنفس بهدوء مبالغ فيه. عدت دقيقة كأنها ساعة، وبعدين سمعت الباب بيتفتح وحد دخل. كانت مركزة قوي لحد ما سمعت صوته الهادي اللي أغلب الوقت بيبقى جامد، بس المرة دي في نبرة مختلفة. أنا عارف إنك صاحية، من فضلك قوم، عايزة أتكلم معاكي ضروري. مش هطلع من هنا قبل ما أتكلم معاكي. كان قلبها بيخبط جوه صدرها، بس مفيش هروب من المواجهة. قامت قعدت على السرير وهي متربعة، بصت له بصمت وخمول، وهو كمان بص لها بنظرة فيها إصرار واضح. قرب منها وكان ماسك موبايله، قعد جنبها بخفة. بقى في وش بعض، بقى وشه في وشها، ورفع الموبايل قدام عينيها وقال: رقم مين ده يا سلاف؟ صوته كان هادي بس جامد. سلاف بتوتر: معرفش يا أدهم. ما تعرفيش؟ هي كانت عارفة النبرة دي، وعارفة إن وراها نار مستخبية ورا الهدوء اللي بيتكلم بيه. أدهم هز دماغه وكمل وهو بيحاول يسيطر على نفسه: سلاف، لو سمحت، أنا ماسك أعصابي بالعافية. أول مرة أحس إني مش قادرة أتحكم في نفسي. اطمني، مش هأذيكي ولا حاجة جنبك، بس مش عارف الشحنة اللي جوايا هطلعها في إيه لو ما جاوبتش على كل أسئلتي النهاردة. أسئلة إيه بس يا أدهم؟ الرقم ده أنا جبته من على تليفونك امبارح. أسئلتي كلها متلخصة في سؤال واحد: كنت بتكلمي مين امبارح؟ إيه المكالمة دي اللي خلتك تقعي من طولك وتبقى نايمة طول اليوم كده محمومة وبتهزي؟ قبل ما تردي لازم أقولك إني ما بحبش الكذب، ولازم أفكرك كمان إنك وعدتيني إنك تيجي تقوليلي على كل حاجة تخصك مهما كانت تافهة. بصت له بنظرة فيها وجع ومش قادرة تتكلم. كمل أدهم بغضب ونظراته مش سايباها: من وسط كل اللي حواليك امبارح أنا كنت مركز معاكي قوي. سمعتك نطقتي اسم ما كنتش ممكن أتخيله إنه يطلع مني. كنت في الحالة دي كدبت وداني لحد دلوقتي مش مصدق، وجيت أسألك: انت مخبية عني يا سلاف؟ اتكلمي ووعدك إن هستقبل منك بهدوء. لحظة عضلة في وشه بتتحرك بسرعة، وخدت بالها من صوت نفسه العالي والأوردة اللي كانت في رقبته واللي بتنبض بقوة، وده كان بيعذبها أكتر. انت مش فاهم حاجة. خلاص فهميني. أدهم صرخ فجأة ووقع القناع اللي متعود يحطه على وشه. يا أدهم سيبني وبعدين نتكلم، سيبني ارتاح، أنا لسه تعبانة. مسك دراعها ولفهم حواليها وزعق: لا مش هسيبك، وهتقولي لي دلوقتي حالا على كل حاجة. أنا من حق إن أعرف، وانت لازم تتكلمي. وكان بيهزها بعصبية: من فضلك يا أدهم سيبني، أنا مش قادرة أتكلم. ودموعها كانت بتجري من عينيها. مش هسيبك، ولازم تعرف إنك لو ما اتكلمتيش يبقى خلاص حياتنا انتهت قبل ما تبدأ، واللي بينا هيخلص دلوقتي حالا. بصيت له بصدمة: تقصد ايه؟ انت بجد ممكن تفكر في كده؟ ممكن يا أدهم؟ أدهم بانفعال: عايزين أعمل ايه لما أسمع مراتي بتنطق اسم راجل غريب وهي نايمة وبتحلم؟ دي اسمها خيانة، ولو طلع الشخص اللي في بالي مستحيل أكمل معاك يا سلاف. أنا ما خنتكش يا أدهم، ومستحيل أعمل كده. ازاي شكيت فيا؟ أنا عمري ما أفكر أعمل فيك أو في نفسي كده. يبقى تقوليلي على كل حاجة، كل حاجة بالتفصيل، واوعي تخبي عني، لأن هعرف يعني هعرف. صوت بكائها كان عالي، وهي مدت ايديها وشدت قميصه، حضنته بقوة وقالت من بين دموعها: هقولك على كل حاجة، بس لازم تعرف إن حبيتك، بس لازم تعرف إن خبيت عشان أحافظ عليك. أنا بقيت لوحدي بعد بابا ومليش حد. نانا حليمة مش هتفضل معايا طول عمري، لكن ربنا بعتك ليا، وأنا مش عايزة أخسرك. أنا بحبك. لو كنت حكيت
كنت انت اللي هتخسر، وناس كتير في البيت ده كانت هتخسر، وكنت في الاخر هتكرهني. مش بس انت، كلكم. انا سكت عشانك، جربت كل الطرق بس ما سابنيش في حالي. وبعدها خدت نفس طويل، قالت بصوت ثابت فيه قوة: انا هقول لك يا ادهم، والله العظيم هقول لك كل حاجة بالتفصيل، وبعدها لو قررت نسيب بعض انا مش هزعل منك، وهمشي وهرجع من المكان اللي جيت فيه ونكمل بكرة.